فيلمنا بيبدأ مع فرانكي وهي قاعدة في المطعم ومستنية توماس حبيبها، وبيكونوا مرتبطين من سنة واحدة، واتقابلوا في محطة قطر لحظة ما كان صديق فرانكي القديم بيسيبها، وساعتها صعبت على توماس وراح يواسيها ووقعوا في حب بعض، وبتبقى مستنياه في المطعم وهي مبسوطة قوي، وبيجي لها طفل صغير وبيقول ان اسمه ويلبر ويبقى اخو توماس الصغير، وانه جاي عشان ينقل لها رسالة سريعة من توماس عشان مش عايز يقابلها ويبلغها بالكلام، وبيقول لها انها شخصية لطيفة واي حد يتمنى يرتبط بيها، لكنه ما بيدورش حاليا على علاقة جد وهينفصل عنها. وبتستغرب فرانكي اكتر ان حبيبها بينفصل عنها عن طريق طفل صغير، فبتتصل بيه وبتسيب له رساله انه شخص جبان مش قادر على مواجهتها، وبعت لها اخوه الصغير عشان ينفصل عنها بدل منه، وبتقرر انها تروح له البيت عشان تقابله وتعرف سبب تصرفه، وبتلاقيه مش موجود وبتسال عليه اصحابه، وبيكون هم كمان فاكرينه انه خارج معاها، وبتشوف فرانكي ان ويلبر ماشي قدامها ومعاه باقه ورد وداخل محل ملابس حريمي، فبتطارده عشان تعرف هو رايح فين لانها متاكده انه بيجيب حاجات لتوماس حبيبها، وبتناديله عشان تساله لو الحاجات اللي معاه دي لحبيبه توماس الجديده، فبيتخض ويلبر وبتقع منه الشنط اللي في ايده وبيهرب من فرانكي، وبتتاكد ان اللبس ده لبنت اسمها سيسيليا وكان هديه من توماس فعلا، وبتلاقي ان في عنوان موجود في الكارت اللي على الهدايا، فبتروح عليه وبتشوف توماس قدامها ومعاه سيسيليا حبيبته الجديده وبيحتفل بعيد ميلادها، فبتخرج فرانكي من الحفله وبتروح تقعد في موقف اتوبيسات وهي زعلانه، وبيجي لها ويلبر عشان يهون عليها، وبتعرف منه ان توماس يعرف سيسيليا من 4 ايام بس، وانها شغاله في وكاله ناسا وواحده ناجحه جدا، فبيحاول ويلبر يقول لها اي حاجه عشان يهديها، فبيقول لها ان ممكن تكون سيسيليا مش سبب الانفصال بتاعها ويكون السبب انها ضمن خانه المهجورين، وبيشرح لها ان علماء الجينات عملوا دراسه حديثه ولقوا ان الناس بيتصنفوا فئتين، فئه اللي بينفصلوا وفئه اللي بينفصلوا عنهم، يعني ناس بتسيب وناس بتتسيب، وبتفضل فرانكي تفكر في كلام ويلبر لحد ما بتروح بيتها وبتفتح بروفايل سيسيليا لحد ما بتروح في النوم، وبتروح تاني يوم لشغلها بتلاقي جيني زميلتها بتقول لها ان في 4 موظفين هيترفدوا من الشغل بسبب تقليل العماله، وبيفضلوا هما الاثنين يخمنوا مين اللي المفروض يتفصل من الشغل، فبيكون قدامهم امثله كتيره منها موظف بياخد مضادات اكتئاب بسبب ان مراته هجرته وسابته ولو اترفد ممكن ينتحر فيها، وموظف تاني حبيبته خبطته في العربيه وهجرته في عربيه الاسعاف، والتالته موظفه حامل جوزها هجرها اول ما عرف انها حامل، وساعتها بتاخد فرانكي بالها ان اغلبيه زمايلها في الشغل حبايبهم سابوهم وهجروهم، وبترجع تفتكر كلام ويلبر عن الجينات، فبتقرر انها تعمل استبيان في شغلها عن الفئتين، وبتبدا انها تقسم زمايلها ما بين سايب ومتساب، وبتكتشف فرانكي انها في المرتبه الثالثه في قائمه المتسابين في الشغل، وانها بدات الموضوع من ايام ما كان عندها 12 سنه اما ارتبطت بزميلها جاري لمده 4 ايام بس، وكانت ايام حلوه لحد ما حبيبها قرر انه يهرب من المدينه وكان عايزها معاه، لكنها كانت خايفه انها تسيب مدينتها وبيتها ورفضت انها تروح معاه، وبياكد لها جاري انها تندم لانها ما اشتركتش معاه في رحلته وبيجرها فورا، وبيجي تاني يوم وتروح فرانكي على مدرسه ويلبر عشان تساله عن الدراسه اللي اتعملت بخصوص المهجورين، فبيقول لها ان العلماء وصلوا لطريقه ناجحه جدا في تحديد مين اللي هيسيب التاني في العلاقه، وان الدراسه اتنشرت في مجله العلوم وما تمش نشرها بشكل واسع لسه، وبيديها المقال اللي بيتكلم عن الجين دي المسؤول عن تصنيفها في فئه المهجورين، وبتروح البيت عشان تقرا اكتر عن الموضوع ده، وبتلاقي ان الدكتوره اليسا المسؤوله عن الدراسه دي بتعرض فيديو بتقول فيه انهم قادرين يحددوا هل العلاقه هتنجح في النهايه ولا هتفشل وحد فيهم هيسيب التاني، وانها اخترعت جهاز قادر يحدد هل الشخص عنده جين دي المسؤول عن كونه مرفوض ولا لا، وبتحجز فرانكي معاها عشان تكون ضمن الناس اللي هيجربوا الجهاز ده ويتعالجوا، وبتملى استماره مليانه اسئله قبل ما تحضر اول محاضره وبعدها تستلم الجهاز، لكن لان الكريدت بتاعها مش بيبقى فيه فلوس كفايه بمنع من تكمله المحاضره او تجربه الجهاز، وبتحاول انها تستلف فلوس من اي حد ومفيش ولا حد بيقبل انه يديها الفلوس اللي محتاجاها، فبتلجأ انها تتصل بالدكتوره اليسا نفسها وبتقول لها انها صحفيه من مجله العلوم وعايزه تتكلم عن الجهاز الجديد بتاعها، لكن لازم تجربه الاول هي وزميلتها عليهم عشان يطمنوا من سلامته، فبتقبل اليسا انها تبعت لها جهازين على البيت عندها، واما بتجرب الجهاز على نفسها وعلى جيني بتكتشف فعلا ان عندهم جين دي اللي بيخلي اي حد يرتبط بيهم ويهجرهم، واما بترجع البيت تفتكر تاني علاقه ليها اما كانت مرتبطه بزميلها اوليفر اللي كان معاها في المدرسه، وارتبطوا لمده 5 شهور وكانوا بيتكلموا بالساعات في التليفون لحد ما قرر انه يهجرها عن طريق اغنيه شافت 4 مليون مره وبقى شكلها وحش جدا في مدرستها بعد ما اوليفر سابها بالطريقه دي، وبتقرر فرانك انها تروح تاني يوم لويلبر عشان يفكرها في حل ازاي تغير الجين اللي عندها ده، لان العلماء نفوا ان في علاج عندهم لحالتها ولازم تتعايش معاه مش اكتر، وبتديله الجهاز بتاعها اللي اثبت ان عندها جين دي، وبيرن تليفونها من جيني صاحبتها اللي بتطلبها فورا في الشغل، وما بتروح بتلاقي ان في اجتماع لكل زمايلها السلبيين اللي بيتسابوا وبيطلبوا منها طريقه عشان يتاكدوا هل عندهم الجين اللي بيخليهم يتسابوا ولا لا، وساعتها بتتصل فرانك بالدكتور إلسا تاني وبتقول لها ان تكمله للمصداقيه بتاعتها هتحتاج لاجهزه اكتر لزمايلها، وفعلا كل زمايلها بيطلع عندهم الجين دي، وبيقرر ويلبر انه يساعدها وبيطلب منها مقابلته في معمل المدرسه بتاعته وبيخليها تقعد قدامه عشان يشرح لها نظريته، وبيقول لها ان بالجهاز اللي هي اديته له قدر انه يجربه على كل زمايله ولقى ان كلهم ما عندهمش الجين ده لانهم ما ارتبطوش قبل كده ما عدا واحد بس لانه بيكون ارتبط مره واحده في حياته وحبيبته اللي هجرته، معنى كده ان التجربه الاولى هي اللي بتنمي الجين ده جوه الجسم او بتقضي عليه، واول علاقه هي الاساس فيه، وانه توصل لاستنتاج انها لو رجعت لكل حبايبها السابقين وهي اللي سابتهم ساعتها ممكن تعكس الجين ده
يتعالج منه ويختفي من عندها. وعملوا التجربه دي على زميلهم اللي عنده جين وخلوه يرجع لصاحبته وبعدها يسيبها، وجربوا الجهاز عليه لقوا ان الجين اختفى من عنده وبقى مرتبط دلوقتي ببنت جديده. وبيسالها ويلبر عن عدد الشباب اللي ارتبطت بيهم، فبتقول له انها ارتبطت ب 12 واحد وال 12 سابوها لحد ما بدات تشك ان العيب منها هي، ودلوقتي اتاكدت ان العيب منها فعلا بسبب الجين دي. وبتروح فرانك لزمايلها في المكتب وبتحكي لهم عن العلاج بالتفصيل، ولان ما حدش فيهم بيبقى قدامه حل تاني بيقرروا انهم يتصلوا بكل اللي ارتبطوا بيهم قبل كده ويهجروهم هم. وبتبدا فرانك برقم واحد وهو الجاري اللي سابها وهم اطفال، لكن بتلاقيه مات بسبب حادثه مأساويه. وبتقرر برضو انها تحاول تتواصل معاه وبتروح لوسيطه روحانيه عشان تحضر له روحه. وما بتوصل البيت بتحس ان في حد بقى بيحرك الحاجات من حواليها، وبيكون شبح الجاري هو اللي بيتواصل معاها. فبتقول له انها حابه ترتبط بيه تاني لانه وحشها جدا ومش فارق معاها اذا كان هو شبح ولا لا. وبعدها بيوم بتقول له انها مش هتقدر تعيش معاه وبتهجره. وبكده بتكون خلصت اول واحد في الليسته بتاعتها، وبتروح على تاني واحد وهو اوليفر اللي الف لها اغنيه عشان يسيبها وفضحها وسط مدرستها. وبتقدر فرانك توصل له وبتطلب منه انها تقابله ضروري، وبتعرض عليه لو ممكن يدوا علاقتهم فرصه جديده. فبيوافقها اوليفر، وبعد 23 ثانيه بتهجره فرانك وبتسيبه وبتمشي وهي مبسوطه انها انتقمت من اللي عملوا فيها زمان. وبتروح عشان تبلغ ويلبر باللي عملته، بتلاقي انه راح يجيب خاتم زواج توماس من سيسيليا وانها لازم ترجع لتوماس قبل فرحه عشان تسيبه وبعدها تشوف باقي حبايبها. وبتفضل تفكر ازاي تلعب عليه عشان يرجع لها، وبتلجأ من تاني لويلبر عشان يساعدها في خطتها دي. فبيقول لها انه يعرف واحد عنده 32 سنه لو مثلت انها مرتبطه بيه قدام توماس ساعتها توماس هيغير عليها وممكن يرجع يحبها من تاني. وبتروح فرانكي عشان تقابل الراجل اللي هتمثل انها مرتبطه بيه، لكنها مش بتقدر تكمل في التمثيل قدام توماس. وبعد ما بتشرب كتير بتقول له توماس كل اللي كانت ناويه تعمله عشان تخليه يغير عليها. فبيديها كارت الدكتور تنويم مغناطيسي عشان تتعالج من ادمان الكحول اللي هي فيه ده. وبتمشي فرانكي من المكان وهي حزينه وزعلانه، واما بتوصل البيت بتفكر انها قدرت تسيب جاري الميت يبقى هتقدر تسيب توماس، ولازم تعالج نفسها من الجين ده والا اهلها وولادها هيعانوا زيها، ودي حاجه هي مش هتسمح بيها ابدا. وبتروح تاني لويلبر برضه وبتقول له ان توماس اداها كارت الدكتور بتاعه وخطتها هتحتاج لويلبر لان هو اللي هيلهي الدكتور، وساعتها هي هتدخل العياده وتوماس نايم فتزرع في عقله فكره حبه ليها. وبتغري ويلبر عشان يوافق انها ممكن تزرع اي فكره ويلبر حبيبها في عقل توماس كمان. وبيقعدوا سوا عشان يحطوا خطه ازاي يوصلوا للعياده. وبيكون توماس في العياده مع الدكتور وبيروح ويلبر عشان الدكتور يعمل معاه جلسه كمان. وساعتها بتدخل فرانكي للاوضه اللي توماس فيها وبتقول له انه لازم يحبها من تاني لانها انسانه جميله. فبيقول توماس وهو نام انه مش بيحب فرانكي لان شغلتها غريبه ولبسها وحش وما عندهاش اي اصحاب. فبتتضايق فرانكي منه وبتحاول انها تهينه اكتر وبتخليه يزحف زي الفار لحد ما الدكتور نفسه بيدخل عليها وبيبوظ الموضوع. وبيخرج توماس وهو متعصب منها وبيروح القسم عشان يعمل لها امر تقييدي وبيجبرها انها لو قربت منه تاني ممكن تتحبس. وساعتها بتقرر انها لازم تهجر كل حبايبها وترتاح منهم مره واحده، وبتفكر انها ممكن تجمعهم كلهم في مكان واحد عشان تهجرهم كلهم مره واحده. وبتعرض نفس الفكره على زمايلها عشان هم كمان يعملوها ويرتاحوا. وبتقول لهم انهم هيتصلوا بحبايبهم السابقين ويبلغوهم انهم كسبوا جايزه قدرها 5 مليون وعشان يستلموها لازم يجوا مكان معين ويجبروهم على الرجوع ليهم وبعدها ينفصلوا عنهم ويخلصوا منهم. وكل واحد فيهم بيتصل باللي يعرفه وبيقولوا لهم موضوع فوزهم بالفلوس. وبتحاول فرانك انها تتصل بتوماس عشان تقول له موضوع الجايزه، فبيقول لها انه مش هيقدر يجي لان فرحه في نفس اليوم. وساعتها بتساله هل هيتجوز سيسيليا، فبيعرف انها فرانكي وبيبلغ عنها وبيخليها تقضي يوم في السجن عشان تحرم تقرب منه تاني. وبتقرر ساعتها الاستسلام عشان ما تدخلش السجن من تاني. فبيجي لها ويلبر وبيقول لها انه اخترع برفان معين لو حطيته هتقدر انها تجذب توماس ناحيتها ويقع حبها فورا. وبيعرفوا المكان اللي توماس هيبقى فيه وبيخلوا فرانكي تروح نفس المكان على اساس انها مغنيه. واما بيشوفها توماس وبيكون لسه هيبلغ عنها بيرمي ويلبر على فرانكي البرفان ده وبيأثر فورا على توماس وعلى كل الرجاله الموجودين في المطعم وبيكونوا عايزين يكلموها باي شكل. وبتجري على اوضتها عشان توماس يجي وراها وبيرجعوا من تاني لبعض الفتره، لكن فرانكي بتحب الاهتمام اللي بتاخده من توماس وبتقرر انها تستمر في العلاقه دي. وبتعرض على ويلبر فلوس اكتر عشان ينتج لها البرفان ده بكميات كبيره لانها هتتجوز توماس وهتفضل تستخدمه عليه. فبيرفض ويلبر وبيقول لها انها بتخدع نفسها بالطريقه دي وبيرفض انه يساعدها بعد كده. وبيكون فعلا توماس متيم بيها لدرجه انه بيحجز ميعاد جوازهم بسرعه عشان يسافروا سوا. وبتظهر سيسيليا وبتحاول تفهم سبب تصرف توماس وليه بيهجرها بالسرعه دي. وساعتها بتحس فرانكي بالذنب وبتسيبهم وبتروح لويلبر عشان تعزمه على فرحها. فبيقول لها ان الدراسه اللي اتعملت عن الجين دي اتلغت وطلع ملهاش اي علاقه بالارتباط والهجر، واتكذبت من الدكتوره اليسا نفسها. فبتحس فرانكي ان كل المجهود اللي عملته طلع ملوش لازمه وكانت ماشيه ورا سراب. واما بتروح لتوماس عشان يتجوزه بتقول له انها مش هتقدر تكمل معاه لانها خدعته وانه هيفوق من اللي هو فيه، وساعتها هيرجع يكرهها من تاني ويرجع لسيسيليا حبيبته. وبتروح تقول كل الحقيقه لزمايلها في المكتب وبتترفض هي كمان مع الموظفين اللي ادائهم ضعيف. وبتقرر انها تدور عن وظيفه جديده تغير من شخصيتها. وما بيجي ميعاد الحفله اللي زمايلها عاملينها عشان يهجروا حبايبهم القدام مش بيعرفوا يتصرفوا ازاي معاهم، والحفله بتتحول لخناقه لكن بتنتهي على خير في النهايه. وبتنجح فرانكي في انها تبقى راضيه عن حالها وحياتها وبتعيش حره مع وظيفه جديده بتكون بتستمتع بيها.